كتير بنشوف ناس اذكى مننا عندهم قدرات عقلية رهيبة بس مش ناجحين، وفي نفس الوقت بنلاقي ناس عاديين جدا ويمكن مش متفوقين في الدراسة لكن سبقونا بسنين في النجاح. هنا بقى بيجي السؤال، هو ليه الوعي اهم من الذكاء؟ الذكاء قدرة عقلية انك تقدر تحل مسألة، تفهم، تحفظ بسرعة، لكن الوعي انك تبقى فاهم نقط ضعفك وقوتك وفاهم الناس والدنيا اللي حواليك. الذكاء بيساعدك تنجح في الامتحان لكن الوعي هو اللي بيساعدك تنجح في الحياة. طب ليه الوعي اهم؟ الشخص الواعي هيعرف ازاي يدير وقته، لكن الذكي ممكن يضيع وقته بس في تفاصيل. الشخص الواعي بيختار صح لكن الذكي ممكن يتزنق في شوية اختيارات غلط. الوعي بيخليك تتعامل مع الناس صح، تبني علاقات وتعرف مين يقويك ومين يكسرك. ممكن تلاقي زميل كان اشطر واحد في الدراسة لكن دلوقتي مش عارف يتصرف في حياته، وممكن تلاقي حد درجاته مثلا كانت عادية جدا في الامتحان بس واعي، عارف امتى يتعلم وامتى يختار وازاي يفتح لنفسه ابواب. الذكاء بيخليك تكسب معركة لكن الوعي هيخليك تكسب حرب. النجاح مش محتاج تكون اذكى واحد، النجاح محتاج تكون واعي. في فرق بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي. الذكاء العقلي اللي هو الاي كيو، دراسات اثبتت ان اللي بيوصلوا للقمه مش الاعلى الاي كيو، اللي عندهم الاي كيو عالي اللي هو الذكاء العاطفي، يعني بيبقى عندهم وعي بمشاعرهم ومشاعر الناس. لو عرفت نفسك وقدرتك وظروفك واخترت اختيارات صح، ساعتها حتى ذكائك البسيط هيكون قوة جبارة.